جبن سائل طبيعي وصحي 100%. جاب مكونات، طبعا طريقة سهلة مرة وسهلة وبسيطة وحلوة ولذيذة. المكونات بس مكونين عندنا، مكونين فقط بحط لكم الحين. عندنا 4 لتر حليب طازج وكوب الا ربع خل بس. إذا بغينا نحط ملح شوي زيادة يعني بعطيكم وقت الملح. الخطوة الأولى نشغل أصغر نار مرة صغير ونحط على أقل شيء بعد، نحط القدر ثم نكب الحليب مباشرة هنا. الخطوة الثانية نحرك الحليب لين يصير مو بحار، درجة حرارة بسيطة مرة، ثم نضيف الخل مباشرة. وأهم شيء نقعد نحرك الحليب بهالطريقة علشان ما يحترق، لازم نحرك بهالطريقة لين يتخثر معنا وينفصل السائل. شوف الحين وش صار عندنا، انفصل الجبن عن الموية. شوف سبحان الله طلع جبن جميل. الخطوة الثالثة الحين نشخر الجبن بهالطريقة. ما شاء الله. شوف صار عندنا الجبن بعد ما فصلناه بهالطريقة صار زي الجبن الأبيض. الخطوة الرابعة نخلط الجبن هاي. بسم الله. طبعا اللي يبغى ملح بإمكانه إضافة شوي ملح، هذا اللي يبغى ملح يعني اختياري. الحين صار عندنا جبن سايل جاهز. شلون؟ هذا كله من حليب طبيعي طازج ما في مواد حافظة. الحين ما شاء الله صلحت جبن توست سايل طازج وبس. صار معنا الحين جبن سايل طازج طبيعي بلدي، ما في أضرار ولا في زيوت ولا في شيء، بطريقة سهلة مرة.